حالة مدرية قوية وأمطار وعواصف رعدية شديدة متوقعة أن تجتاح أجزاء واسعة من المغرب، الجزائر، تونس، كذلك وصولا حتى لليبيا. هذه آخر مستجدات وتحديثات النموذج الGPS الأمريكي الذي صدرت قبل لحظات، حيث يشير إلى حالة مدرية قوية منتظرة أن تؤثر على المناطق الجنوبية للجزائر، صعود لسحوب مدرية مدعوم برطوبة هائلة، وبالتالي يتوقع هطول أمطار قوية مع بؤر قد تكون محليا وتتخطى حاجز 100 ملم، خاصة نتحدث عن الأسبوع الثاني من شهر يونيو الحالي. حتى المناطق الجنوبية الغربية لليبيا ربما لن تسلم من هذه التقلبات، وحتى المناطق الجنوبية الشرقية للبلاد، وهذا ما سنرى في هذه النشرة. ثم هذه الحالة المدارية ستغذي لدينا حالة من عدم الاستقرار الجوي كنتيجة لتسرب كتل هوائية باردة من شمال أوروبا، ستتغذى من هذه الرطوبة المدارية التي ستعمل على كشرارة وكدعم كبير لهذه الحالة القوية، والتي متوقع أن تطال مرتفعات الأطلس المغربية، المناطق الشرقية، السهول الغربية، مرتفعات الريف، بعض المناطق الشرقية كما قلنا، ثم المرتفعات الغربية، الجزائر الوسطى الشرقية، ثم وصولا إلى المناطق الوسطى والشمالية الغربية لتونس. وهذا ما يتماشى. بعد ذلك سنعود أو سنرى حتى توقعات على منطقة ليبيا مشاهدينا الكرام. هنا ليبيا هي الأخرى قد تشهد حالة مدارية على المناطق الجنوبية للبلاد. كما قلت لكم سنذهب بكم إلى التوجهات العامة والأسبوعية من المركز الأوروبي لتوقعات متوسطة المدى، أو المركز الأوروبي للتوقعات متوسطة المدى، والذي يشير بأن الفترة المقبلة خاصة الأسبوع الثاني، نتحدث عن الفترة الممتدة ما بين 8 من شهر يونيو إلى غاية 22 من شهر يونيو، يشير إلى حالة مدرية وأمطار أعلى من المعدلات قد تهيمن على مختلف المناطق ومرتفعات الأطلس للمغرب، السهول الغربية، وحتى شمال الأقاليم الجنوبية، ثم المناطق الجزائرية أو مختلف المناطق الجزائرية والولايات الداخلية، ثم جنوب ووسط وحتى شمال تونس، وكذلك جنوب غرب ليبيا، وحتى المناطق الشمالية الشرقية لليبيا التي قد تستفيد بدورها من بعض التقلبات. وبالتالي ربما سنتحدث عن أن منتصف شهر يونيو قد يحمل في طياته حالة من عدم الاستقرار الجوي، صعود مدري قد يتكرر في أكثر من مناسبة، وبالتالي نحن قد نكون على موعد مع أمطار وعواصف رعدية قوية بشكل محلي ببعض المناطق. مشاهدينا الأفاضل، هذا ما لدينا في هذه النشرة بخصوص موجة الحر. لحدود هذه اللحظة الأجواء ربما معتدلة، بعض موجة الحر ربما حرارة قد تقترب من الأربعينيات ببعض المناطق المغربية ثم تعود أدراجها. بالنسبة للجزائر، ليبيا، تونس، ربما موجة الحر ستكون أقل حدة، ودرجة الحرارة قد تكون حول المعدلات الموسمية إلى حدود نقول تقريبا إلى غاية 20 من شهر يونيو الحالي بحول الله تعالى. هذا ما لدينا في هذه النشرة، سنوفيكم بكل جديد في قادم المواعيد، ولا تنسوا كدعما لنا وتقديرا لنا على هذه المجهودات مشاركة الفيديو على نطاق واسع لكي نستمر في أن نقوم بمجهوداتنا، وكذلك لنصل لكم بمعلومات وتحديثات النماذج العددية للطقس. والسلام عليكم.